عميل دخل عندك يطلب منك طبق، لقى الطبق اللي شافه عند البلوجر طلع نص الحجم. طب ما تستنى، هو نص الاكل التاني فين؟ اللي بيظهر في فيديوهات كتير من البلوجرز مش دايما الحقيقة. الكمية اللي بتتقدم قدامه في التصوير احيانا بتكون مضروبة في اتنين عشان الاكل والشكل يبقى ملفت، بس الزبون لما بيلاقي الطبق مختلف تماما، المطعم خسر ايه؟ خسر اكل وكلف نفسه كتير عشان يرضي بلوجر، وفي الاخر الكمية دي بياكلها القصد بتاع التصوير والبلوجر نفسه. لا البلوجر حس بخسارة، ولا الزبون حس برضا، ولا حتى الشيف رضا ضميره. اعرف ان اللي يقيم اكلك صح مش اللي بياخده ببلاش ويصوره. اللي يقيم اكلك هو اللي بيطبخ زيه ويفهم مجهودك. المصداقية عمرها ما كانت زيادة كم، المصداقية في الطعم. تابعني عشان نشوف المطبخ من ورا الكواليس، من ناس بتحب المهنة مش بتحب الشغل. السلام عليكم.